كابتن عبد الله السعيد طلع بتصريح وقال لك النادي الاهلي امضتي لنادي الزمالك قتلت مجلس اداره النادي الاهلي. كابتن، انت مشكلتك معانا كاهلاويه انك ما احترمتش النادي اللي انت كنت لسه على ذمته، ورحت مضيت للنادي المنافس بتاعنا. ليك كل الاحترام والتقدير طبعا، بس انت ولا احترمت النادي اللي انت كنت بتلعب ليه اللي هو عمل لك تاريخك، ولا احترمت الجماهير اللي كانت دايما واقفه جنبك وبتساندك، وواحده مضيت للمنافس. عرفت ليه احنا متضايقين منك او ايه اللي كان مضايقنا منك؟ لكن انت دلوقتي مش في دماغنا ان الاهلي، النادي الاهلي هو اللي بيعمل اللعيبه، مش اللعيبه هي اللي بتعمل للنادي الاهلي. انت ما احترمتش جماهيرك ولا احترمت النادي اللي عمل لك اسمك. ما تقوليش الاسماعيلي هو اللي عمل اسمك، لانك بطولاتك وتاريخك كله اتعمل في الاهلي، لما مشيت في الاهلي مبقاش عندك بطولات ولا عندك تاريخ. حتى تاريخك اللي كان في الاهلي مسحناه باستيكه. عارف الاستيكه ونص جنيه اللي متسواش اي حاجه دي؟ احنا مسحناك بيها. فلما تيجي تطلع تتكلم اعرف ان في ناس هترد عليك، في ناس مش هتسيبك في حالك. سواء انت صح او غلطان فكله هيطلع ينتقدك. زي ما انا طالع انتقدك دلوقتي وبقولك ما ينفعش تطلع تقول ان النادي الاهلي مضيتي لنادي الزمالك موتهم. مفيش حاجه موتتنا يا كابتن، احنا لسه بناخد بطولات ولسه الاهلي زي ما هو، والاهلي بيقع وانت عارف اللي هو بيرجع تاني ولما بيقف محدش بيشوفش حد. هو ده الاهلي باللعيبه بتاعت زمان واللعيبه بتاعت دلوقتي لسه زي ما هو الاهلي. لكن انت مسحت تاريخك كله باستيكه. استيكه. لكن انا ايه اللي زعلني عليك؟ انا مش زعلان عليك ولا زعلان منك، ولا انت اصلا تشغل دماغنا. احنا كاهلاويه، انت والاربعه التانيين اللي زيك بدون ذكر اسماء ملكوش لازمه بالنسبه لنا، وملكوش رجعه. واللاعب التاريخي اللي عايز يرجع ويعتزل في الاهلي كابتن احمد فتحي. انا كواحد من الجماهير مش مع خالص اللي هو يرجع يعتزل في الاهلي. ما شرفنيش عشان انت ما احترمتنيش. انا كمشجع اهلاوي ما احترمتنيش يا كابتن احمد فتحي، فانا مش حابب انك تلبس التيشيرت الاحمر مره تانية لانك ما احترمتوش. السلام عليكم.